فهمتي الصراحة مانيش مبالغ ولا رقجع مريح مع انفانتينو، بصح اسكتلندا غبنوهم حقروهم. خوتي على بالي باللي مخدوع، هذول مرضى نفسيين. الماتش مبيوع باينه، تزيد شويه سي بون في لا فينال. على بالي باللي ماتش مبيوع اللي جاي يروجون لهاي الامور. جواريب لا تهدر على المغرب، تسأل المغرب. طبعا اعرف ناس حبايبي كده كانوا مستنيين يعني المنتخب قاعد سهران بقى مستني المنتخب المغربي يخسر. واش كنت تستنى؟ كنت تستنى المغرب تخسر مع اسكتلندا؟ يا ودي غير فيق يا ابريق. نهضر لك كلام بدون عاطفه من الاخر، اقسم بالله العلي العظيم غير هاربين فوت، والله المنتخب المغربي غير هارب نيفو، هارب بزاف. من المروك البارح بالون السينما خويا، والله على البالون السينما. اسكتلندا دوك سلكوا بكاش ثلاثه على طاوله عجب المروك بريمي ميطون دوزيام ميطون. ليكيب هي تعمل الاخر، اللي يحب يشوف البان وروح القتاليه والحراره ويحب يستمتع يشوف المروك من الاخر. لي جوار تاع المروك يبادوا انانيش بصح ورشين يا محينك، بركاكم من تنوفيق يا شواكره. على باب والله تكذب ليله ضربتنا بخمسه نورمال اخويا العزيز، يلعبوا خير منكم ولا اكثر من مصر، ضربنا بسبعه ولا وما تريكو ماشي شمخوه او تقطع داروا ماتش تحسب حرب يا محينك يا ودموا فيها. اللقطه الشهيره ديال كافي فاش لح راسو للارض باش يقطع الكره بلا ما يفكر في العواقب جسدت لنا المعنى الحقيقي ديال الجريند، وهذا القتالي بالذات هي اللي رجع لنا اليوم نايل عيناو. وبنفس الشراسه في الماتش ديال المغرب ضد اسكتلندا، اللاعب كان عباره عن ماكينه ديال استرجاع الكور، ملي كيتعلق الامر باش يوقف الخطر ويقطع الهجمات العيناوي مستعد يرمي الجسد ديالو كامل في المعركه بلا ما يتردد ولا جزء من الثاني. وشفنا اليوم كيدخل في سرعه بدنيه قاصحه مع لعابه اسكتلنديين اللي معروفين بالقوه والاندفاع، وكان ديما هو السد المناعي اللي كيكسر المحاولات ديالو وكيوقف اخطر الفرص بحال شي جندي كيدافع على المنطقه ديالو. كيركض طيله 90 دقيقه بلا توقف، كيغطي المساحات، كيعاون في الدفاع، وفي نفس الوقت كينطلق بسرعه باش يساند في الهجوم وفي التحولات السريعه. هذا النوع ديال التضحيه واللعب بالقلب هو اللي كيخلي المنتخب يحافظ على التوازن ويامن الانتصار. نايل العيناوي اثبت للجميع انه ماشي غير لاعب وسط، والمحارب لاي فرقه كتحلم يكون عندها. طبعا بعد اللي حصل امبارح لازم نبقى عارفين ان اهم حاجه في الدنيا هي رضا ابوك ورضا امك ورضا اي حد مغربي. اي حد مغربي زعلان منك لازم تصالحه. يا جماعه من امبارح المغرب صفحات المغرب مش عارفه تحفل على مين ولا على مين. كانت السنغال مضايقاها شالوا 3-1، الجزائر 3-0. الدرس اللي تديه من هذه البارتيه هي الحراره، كي تكون بارد غير روح فوت العطله في جزر المالديف واختيك من المونديال. رسميا المنتخب المغربي ثالث المتأهلين إلى الدور 32 من منافسات كأس العالم. والله غتصفق لهم المنطقه باش نستاهل، عجبوني بزاف والله ان شاء الله. Maroc, félicitations, vous avez une très très bonne équipe. خوتي راكو باغيين صح ولا باغيين نكذب عليكم؟ نقسم لك بالله بديت تفرج بارتيات تاع المغرب والله ما قدرت نكملها. En tant qu'Algérien, j'ai un message pour les Marocains. بصحتك والله بصحتك. 1-0 فرحان، انا 1-0 ما نديفيليش كاع، لاباك ما تشوفنيش كاع هكا زعما فرحان 1-0 وتخبط. سي الكره كامله بروميير ميطون ديالي رماركيت. شنو غنبقى انا لاعب باغي 3 بوان؟ انا باغي انا نقصر، انا مع انا البرصا، انا باش نقصر انا ربحت 1-0 سدات. شنو انا بغيت نبين لك انا احسن. الناس تخدم مع سي بيتكوفيتش، افطن جابوا اونتينا في شهرين و3 اشهر بلا لهم ايكي فور. خالصني خوتي نكذب عليك، هو نيفو راه طالع خوتي، طاكي راهم يديروا ولا ربك كريم ماني فاهم والو خوتي. المغرب يواصل تحقيق الإنجازات وبعدنا بأول المونديال. قفزة تاريخية جديدة لأسود الأطلس. جدتنا بلجيكا عملت لنا